السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كل متابعيني في كل مكان كده. تعالوا شوفوا الرز المعمر هنعمله ازاي. الرز المسكر اللي هو بالسكر اهو. بصوا يا حبايبي، طبعا ده كده كيلو وربع من الرز مغسول كويس ومصفي ومية مية اهو. طبعا صباع زبدة كده، مج سكر، طبعا مج سكر كبير اهو يا جماعه، مع صباع الزبده، مع طبعا معلقتين كبار قشطه، مع باكت خميره، باكت فانيليا اهو. وهوت اللبن ده غلياه يا جماعه وهو سخن، يعني لسه غلياه دلوقتي حالا. طبعا تعالوا كده هنحط طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله. انا طبعا مولعه على الحله من بقالي شويه اهو. نحط الزبده يا حبايبي اهو، عشان بس نشوح الرز تشويحه كده اهو. في ناس بقى بتحط الرز على الزبده على اللبن، لا انا ما بحبش كده اهو. الزبده طبعا تدوب خالص اهي. تشويحه حلوه كده يعني، تقلبي تقليب مستمر اهو يا حبايبي. التشويح ده يا حبايبي بيخلي الرزايه مفلفله كده وحلوه، مش بتبقى عجينه. احنا طبعا مش عايزينه عجينه وكده زي الرز ابو لبن، لو عايزينه كده طبعا يا جماعه الرز دوت بيعتمد على الزبده او سمنه اي حاجه عندك، بس بصراحه احنا بنعمله بسمنه بلدي اهو. ما يتشوح خالص، اعرف كده ان انا ماشيه صح اهو. طبعا يا جماعه جربوا الطريقه دي كده وان شاء الله مش هتندموا. احسن من النفر يغسل الرز ويروح حاطه على طول في الطاجن او في الصينيه ويروح مزود لبن. طبعا النتيجه دي ما بتبقاش يعني افضل حاجه يعني ولا احسن حاجه، لا دي احسن حاجه للرز المعمر يا جماعه. باقي بقى وانت بتعملي الطاجن كده ريحته جايبه لاخر الدنيا. طبعا انا هشوحه يا جماعه وارجع لكم تاني عشان الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم. يا جماعه لازم يبقى بيغلي كده، لازما، عشان الرز ابو لبن ينجح معانا والفرن يكون سخن. طبعا الرز اتشوح خالص يا حبايبي. الرز خلاص اهو. بصوا سامعين الصوت اللي بيجي على الحله ده؟ بصوا اهو. الخشوله اللي انا سامعاها دي هي اللي مطلوبه. طبعا هو كده غرقان في السمنه البلدي وبصوا وبيتدلع كمان اهو. نيجي بقى نفضيه في الطاجن كده. تعالوا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو يا حبايبي هو ده اللي مطلوب، مفيش حاجه عشان حرام برضو. اهو السكر طبعا، سكر، اللبن يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
حبايبي نقلب بقى عشان السكر اللي احنا حاطينه وندوب. طبعا معلقتين قشطه بردك، هو بيبقى دسم بردك يا جماعه، هو لازم يبقى دسم عشان وشه يبقى احمر كده وحلو زي امهاتنا وحمواتنا ما كانوا بيعملوه. ربنا يرحم امي ويخلي لهم عزه يا رب، اللي هي حماتي يا جماعه. اهو يا حبايبي ندوق. انا شايفه ان هو هيعوز برضو كشات السكر اهو كده يا حبايبي. المقادير اهي مظبوطه، كيلو وربع رز، 2 كيلو لبن، ربع اقل من ربع ميه كده هنحطه له برضو عشان هو كده هيحتاج شويه ميه برضو. باكت الخميره بقى، باكت الفانيليا معلش اهو اهو يا حبايبي. كل بقى الكلام ده كله مش هسويه بصراحه في الفرن دوت، لا انا هسويه في الفرن الفلاحي اللي عملت فيه البيتزا اهو. بصوا لون الرزايه اهو تلمع لمعه اهي عشان التشويحه اللي انا شوحتها لها يا حبايبي. نسيبكم بقى ونروح للفرن كده نشوفه وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. طبعا الرز كده ما ينفعش نحطه يا حبايبي ادام في فرن زي الفلاحي ده كده، ما ينفعش نحطه على طول مباشر على البلاطه، يعني لازم نحطه في صينيه كده ألمونيا بتاعت شاي عشان يعني ما يتكسرش ونخسر الحاجه اهو. طبعا الفرن متولع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. بصوا يا حبايبي الولعه متولعه اهي من الجنبين ومن تحت. طبعا اول ما يقرب يستوي او وشه يحمر هرجع لكم تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هو كده داخل على السوا اهو، فحبيت اوريه لكم بردك عشان ايه هو في الفرن كده، هو لسه كده مستواش قوي اهو. طبعا وطيت اللي فوق عشان الوش كده قرب يخلص يختم كده يا حمار، فايه عشان ما يتحرقش حبيت اوريه لكم كده اهو يا حبايبي. طبعا ندخله بقى وارجع لكم تاني لما يستوي اهو يا جماعه. اهو بعد الرز ابو لبن، الرز المعمر بتاعنا اللي طبعا محطوط له لبن وزبده وقشطه وكله اهو، معمول في الفرن الفلاحي. بصراحه انا عندي الفرن فوق في الشقه بس ما رضيتش اعمله في الفرن عشان ايه الحاجه الفلاحي دي بتبقى حلوه اهو اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، مفيش احلى من كده ولا احسن من كده. طبعا يا حبايبي كده بعد الرز المعمر كده بس طلع من الفرن، حبيت اوريهولكوا كده بعد ما اتخرط اهو. هو لسه سخن برضو. بصوا يا حبايبي، هي الفلفله دي هي اللي انا بقول عليها دي. بصوا اهي التشويحه هي بتبقى كده من الفلفله اللي النفر بيفضل يفلفل فيها كده، في التشويحه اللي على البوتاجاز دي في قلب الحله كده قبل ما بنحطه في الطاجن، هو يا جماعه اللي بيخليه مفلفل كده. ودي احلى رزايه معمره تاكلوها. بصوا الفلفله اهي، هو ده اللي احنا بنقول عليه يا حبايبي. وبألف هنا وشفا يا رب لكل اللي ياكل. طبعا يا جماعه عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك
طبعا اللايك ده ما بيكلفكوش حاجة خالص. لايك وشير، وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوة لو حد عارف طريقة غير اللي انا عملتها بودي كده يا حبايبي يكتبها لي برضك. وطبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان.